أذكركم ونفسي بصيام الأيام القمرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، وهي الأيام القمرية أو الأيام البيض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه أو عن وجهه النار 70 خريف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع أن تصوم فذكر بها غيرك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم كبدة الفراخ بطريقة جميلة جدا. هتاكليها هتحسي إن هي زي الكبدة البلدي بالظبط، يعني مش هتفرقيها غير من شكلها. مش حابة كمان إن الولاد يعرفوا إن هي كبدة فراخ، هتقطعيها فهتبقى زي الكبدة البلدي بالظبط. إن شاء الله الطريقة هتعجبكم. نقول بسم الله. انا جبت الكبده بتاعتي، طبعا الكبده بتاعتي دي كبده الفراخ كنت شايلاها مش شارياها. فتحت القلب نصين وغسلت الكبده بتاعتي كويس وقسمت الكبده على 2 كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليها كده بسم الله بكوبايه لبن. انا كنت بصراحه اول مره اجربها، بس الطريقه دي طلعت جميله جدا جدا، احلى من اي نوع او اي حاجه تانية تحطيها فيها. غسلت الكبده كويس وشلت منها عروق الدم، وغسلت القلوب برضو كويس، وفتحت القلب 2 وشلت منها الدم وغسلتهم ونقعتهم كده في اللبن حوالي ساعتين او 3 حسب ما بيكون عندك وقت. بعد ساعتين 3 شوفوا اللبن بقى لونه عامل ازاي، الدم كله نزل وريحه الزفاره كمان نزلت. الكبده بتقلب معاكي خالص، بتبقى زي الكبده البلدي، ما تفرقهاش عن الكبده البلدي خالص. هنا بقى حضرت بصلتين كبار قطعتهم جوليان، فلفل رومي، فلفل حامي، فلفل الوان، الفلفل اللي موجود عندك طبعا، وعندي معلقتين توم كبار وده دقاهم منعمهم كويس في طاسة بقى على النار. يا ريت تفضل ان هي تكون تيفال او حاجة ما بتلزقش. هنزل بتلتين التوم كده بسم الله. عايزة بس التوم يشم النار وريحته تطلع، انا مش عايزة التوم يصفر خالص ولا لونه يغير، عايزاه يفضل بلونه هو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما حسيت ان التوم ابتدى بس يدبل، نزلت عليه بمعلقة خل كبيرة. هقلب تقلبتين وهروح نازله بقى بالبصل بتاعي بسم الله. بصل احمر بصل اصفر اللي موجود عندك طبعا. انا نزلت بالثوم بس، يبقى كده انا حطيت معلقتين زيت في الاول، بعد كده نزلت عليهم بتلتين الثوم، يعني حوالي معلقه ونص ثوم مفروم ناعم. نزلت بالبصل، البصل برضو يا دوبك شوحته شويه كده، انا مش عايزه البصل ولا الثوم لونهم يغير معايا خالص عشان الطعم برضو هيفرق معاكي. نزلت بعد كده عليهم بالفلفل، كان بصراحه عندي الاصفر والاحمر كانوا في الفريزر، يعني عندي الفلفل الاخضر بس هو الفريش، الباقي كان في الفريزر، مش مشكله يعني اي حاجه، بس يا ريت هتطلعي من الفريزر يعني تستعمليه على طول عشان ما ينزلش ميته. بعد كده لما الفلفل فك معايا وابتدى يدبل شويه، نزلت عليه بعصير ليمونتين. طعم الليمون برضو بيديله طعم حلو قوي. هقلب تقلبتين كمان. زي انتم ما شايفين كده الخضار بتاعي ما فيهوش ميه خالص. لو انت سبتي الفلفل الالوان دوت لما خرج من الفريزر لما فك كنت هتلاقي فيه ميه كتير. هنزل بقى بالملح بتاعي، طبعا كل واحد بيحط الملح بتاعه زي ما بيحب. معلقه فلفل اسمر، نص معلقه 7 بهارات، بشره جوز الطيب بصراحه هي ضروريه في الاكله دي، واحط نص معلقه سكر. هقلبها تقلبتين كمان، يا دوبك انا شوحت الخضار كده زي ما انتم شايفين، البصل ابيض زي ما هو لونه ما اتغيرش خالص. هطفي عليه بقى واسيبه يبرد. انا الكبده بتاعتي بعد ساعتين شطفتها وجبتها بقى عندي هنا كوبايه دقيق عليها معلقتين نشا. هقلبهم كويس، انا مش هحط اي توابل خالص على الدقيق بتاعي. هبتدي بقى اخد القلوب والكبده اتبلهم في الدقيق كده، هبدرهم يا دوبك، يعني مش عايزه الكفر بتاعهم يبقى يعني كبير ولا حاجه، يا دوبك كده حاجه بسيطه. تبدريهم كده وتنفضيهم كده بايدك زي ما انت شايفه. طبعا انا بعمل القلوب لوحدها في جنب والكبده في جنب، لان القلوب بتاخد سوا عن الكبده، فهبتدي بالقلوب هنزل بيها الاول قبل الكبده. يا دوبك كده تقليبه واحده في الدقيق اللي عليه معلقتين النشا، وبنفضها كويس عشان الدقيق الزياده هيتحرق مني في الماده الدهنيه بعد كده.
طبعا انا باخد الكبده بايد وبعمل الدقيق بالايد التانية زي ما احنا متفقين كده، انها هتتحط في سوائل وبعد كده في حاجات جافه، يبقى ايد لكده وايد لكده عشان ايدك ما يتكتلش عليها الدقيق او البقسماط او اي حاجه تكوني بتستعمليها. اهم حاجه انك ما تخلوش في الدقيق فتره طويله يعني عشان ما يشربش الدقيق منك. احنا طبعا طفينا على الخضار بتاعنا وسيبناه يهدى شويه. هنخلص بقى الكبده كلها وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. انا حبيت بس اوريكم شكل الكبده من قريب. زي ما انتم شايفين حتى لونها كده فتح معايا شويه، ولما تشمي ريحتها كمان ريحتها جميله جدا، والميه بتاعتها نازله نظيفه زي ما انتم شايفين كده، بيضه ما فيهاش اي دم. انا خلصت الكبده بتاعتي كده كلها بقى خلاص. هفضي بقى البصل بالفلفل الالوان، هفضيه في طبق على جنب عشان هستعمل نفس الصينيه اللي كنت شغاله فيها. زي ما قلت لكم يفضل حاجه تيفال، لان الكبده لو نزلتي بيها في اي حاجه تانية هتلزق في الالومنيوم والحاجات دي والستانلس بتلزق. القلوب بقى في جنب زي ما انتم شايفين كده، والكبده في الجنب التاني نفس الصينيه. الخضار انا فضيته في طبق زي ما انتم شايفين، نزلت بمعلقه زيت وعليها معلقه زبده كبيره. انا يا دوبك اخلي الزبده تبتدي تتفكك كده شويه، مش خليها ما تفك قوي برضو عشان انا مش عايزاها تبقى سخنه قوي. لسه الكبده الزبده زي ما انتم شايفين ما فكتش قوي. هنزل كده بالقلوب بسم الله. احاول ما احطهمش على بعض، بفردهم جنب بعض كده، ولما يعني يشدوا شويه كده من النار هبتدي اقلب فيهم. هتقلبي فيهم على نار متوسطه او نار هاديه من 7 ل10 دقايق. بقى من بعد 7 أو 10 دقايق هيبقى كده سوى الكبدة بقى، هياخد سوى القلوب، هيبقوا الاتنين مع بعض مستويين. ركنت بقى القلوب على جنب زي ما انتم شايفين، ما شلتهاش من الصينية بتاعتي ولا حاجة. نزلت بالكبدة، بسيب الكبدة كده شوية لغاية ما تاخد صدمة من تحت، بعد كده ببتدي أقلبها. هفتح بقى حتة في النص كده عشان أنزل بالثوم بسم الله. طبعا هو الثوم اتنطر بعيد عن الحتة اللي في النص خالص بس مش مشكلة. هنزل بقى بفلفل أسمر وحبة 7 بهارات. ما بنزلش بتوابل اكتر من كده، انا حاطه التوابل بتاعتي على البصل. ما نزلتش بملح برضو عشان انا حاطه الملح بتاعي على البصل عشان ما تحرقش من الكبده. هنزل بعد كده بالبصل بتاعي والفلفل. هقلبهم بقى مع بعض. ريحه يعني حته الزبده او معلقه الزبده مع الكبده مع البصل مع الحاجات دي ريحتها جميله جدا. تشويحتين 3 كده ورحت طفيت عليها. كده كانت خلصت معايا. دي كانت وجبه من وجبات رمضان. كنت عامله شيبسي وعامله مكرونه وعامله سلطه طحينه، وكان العصاير عندي عصير برتقال فريش والصوبيا، وعامله حبه سلطه برضو. سلطه خضراء كانت ضروري طبعا جنب الاكل. جربوا الكبده دي هتعجبكم جدا. انا يعني اوعدكم اللي هيجربها هيلاقيها زي الكبده البلدي بالظبط، مش هتفرقها عن الكبده البلدي. هتتاكل مع المكرونه هتكون جميله جدا. ممكن كمان تعمليها سندوتشات في عيش بلدي او في عيش فينو، بس احنا عشان كنا في رمضان فطبعا كان العيش البلدي احلى. دخلت الرغيف جوه بعضه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت جوه معلقه طحينه، واخد من الكبده كده بسم الله. عايزه اقول لكم لونها فاتح ولونها جميل جدا، يعني الكاميرا فعلا ظلماها. هنحط بقى كده حتتين كبده 3 مع القلوب مع معلقه صلصه طحينه تاني ومعلقه سلطه خضراء. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده تعجبكم وبألف هنا.